الله سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يا أخي الإسلام ما يجري علينا منذ الأسابيع الأخيرة من سقوط يبرود وثلاثة رأس العين ثم قلة الحصن واستشهاد من استشهد من إخواننا وجراح من جرح منهم. كل هذا لا يجوز أن يفت في عضدنا. أولا لأننا نعلم أن الحرب بين أهل الحق وبين أهل الباطل هي سجال. ما معنى سجال؟ أي كما بين في الحديث: يوم لنا ويوم لهم. لكن قال النبي عليه الصلاة والسلام أن العاقبة تكون للمتقين، أي نهاية المعركة لأهل السنة بإذن الله تعالى. النصر فيها لأهل السنة. لكن هذا الجرح الذي أصاب الأمة اليوم أصيب بمثله الصحابة في أحد، بل بأعظم منه. استشهد لهم 70 شهيدا وبثت الإشاعات بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد قتل في المعركة. فبدأ الصحابة ينفرون يمنة ويسرى لا يدرون أين يذهبون. فالله سبحانه وتعالى عاتبهم. الله سبحانه وتعالى عاتبهم وبين لهم أن المؤمنين كان عليهم أن يبقوا على تصميمهم في قتال العدو، لا أن يتراجعوا حتى لو قتل محمد صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: وما محمد إلا الرسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. والله يا أخي الإسلام كأني أراها رأي العين أمامي مباشرة. الشام بغوطتها فسطاط أهل السنة والجماعة، بها المهدي عليه السلام يجتمع حوله أهل السنة وتجتمع عليهم الأرض كلها وينصر الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك هذه الأيام قادمة بنا أو بغيرنا. رفعنا الراية أم نكسناها. هذه الأيام قادمة، النصر قادم، بس الأمة عليها أن تجتهد وأن تجتمع وأن تخلص في عملها، أن تخلص. لا شك إذا أصرنا يا إخوة الإسلام لا يكون خروجا عن سنة الله عز وجل، كله بأمره بمشيئته بسنته. لكن في أسباب، أكثر أسباب تراجع الأمة من نفسها بسبب فرقتها، اختلافها، بسبب أحيانا دخول المعاصي إلى النيات. لذلك اليوم بفضل الله عز وجل كان استجابة كبيرة من الشباب. اليوم أول ما دعونا الشباب للنزول لبوا، وهذا الضغط الذي شكلتموه اليوم والنزول شكل ضغطا كبيرا على الدولة. في الصباح كان في تشدد من الجيش، لا ننكر، نحن حتى منعونا أن ندخل إلى الجرحى. ولكن ماذا جرى بعدين؟ طلبنا من الشباب لا تنزل الشوارع، ما في ساعة اتصلوا بنا خلاص فتحنا الطريق، تغيرت المعاملة. فافهموا المسألة، نزول الشباب واجتماعهم ووحدة كلمتهم وسمعهم وطاعتهم للمشايخ، هذا كله بإذن الله تعالى يؤثر في القرار. لو جلستم هكذا يؤثر في القرار. الآن الحمد لله أخونا رشيد منصور رئيس الجمعية الطبية وهو من وادي خالد بشرنا أن الجرحى نقلوا إلى المستشفيات، وحتى المجاهدون بفضل الله لما كنا فوق كثير من الشباب حتى بسلاحها رأيناهم ينزحون ويأتون إلى وادي خالد بفضل الله. فالأمور بفضل الله تعالى خسائر قليلة، لا شك. من استشهد منا نسأل الله تعالى له الجنة، ولا شك يعز علينا فراقه. ولكن بالنسبة للكمين الذي وقعوا به كان مقدر أن كلهم يقتلون، فالحمد لله نجا الأكثر منهم بفضل الله عز وجل. ومن استشهد منهم نسأل الله تعالى أن يتقبلهم في الشهداء. هذه الأمة تدفع ثمن عزة الأمة كلها. نعم، اليوم في لبنان خاصة أهل الشمال، أهل السنة في لبنان خاصة في طرابلس والشمال نصر الثورة السورية أكبر نصر. يمكن كثير من الشباب حتى السوري تخلى
أما شبابنا مضوا بعزيمة بفضل الله عز وجل. لكن هذا ليس نصرة لحركة أو لفئة، هذا نصرة لدين الله عز وجل. نحن لا ننصر أشخاصا، لا ننصر حزبا ولا حركة إسلامية، ننصر الدين، ونعلم أن العاقبة للمتقين. فلذلك يا أخي الإسلام لا تيأسوا، ما أحد يرجع محبط ولا كذا. نحن نصحنا حزب الله كثيرا ما تذهبوا إلى سوريا. هم ظنوا أنه نحن خائفون منهم، وأنهم سوف يحققون النصر تلو النصر، وأنه سيرفعون راية الحزب في دمشق وغير ذلك. لا يدرون، هم لا يدرون أنهم يستدرجون. هذه بلاد السنة يا أهل الإسلام، وهذه الشام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن ملائكة الله باسطة أجنحتها على الشام، وهذه مكان في سطح المسلمين. أي وقت الملحمة الكبرى يكون اجتماعنا في الغوطة بإذن الله عز وجل، فهم يذهبون إلى قبورهم ولا يدرون. نحن نصحناهم فلم ينتصروا. خلاص خلينا نرى الأيام، نرى ماذا يفعل الله تعالى بهم. يقول تعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. إن شاء الله لما ينتصر إخواننا في سوريا بإذن الله سوف نذكرهم بهذه الأيام. ولما كنتم تفرحون وتوزعون الحلوى بسقوط القصير وبسقوط يبرود، اليوم رأيتم ماذا جرى عليكم، رأيتم ماذا جرى عليكم، وهذا قريب بإذن الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الدين، وأن يحفظ إخواننا المجاهدين، وأن ينصر ديننا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يوحد صفنا. إخوة الإسلام إذا لم تجتمعوا قلب واحد، رأي واحد، محبة، إخلاص، من كان بينه وبين ربه معصية فليتركها، لأن هذا كله يؤخر النصر. نسأل الله أن يعجل لنا بنصره وفرجه، وأن يؤلف بين القلوب، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم.